انا كان مالي ومال الكوره، ما كنت شجعت كوره ماء ولا بينج بونج ولا كوره طايره. انا مالي بالكوره، انتوا ليه بتعاقبوني اللي انا بشجع كوره يعني؟ مش فاهم. خلي بالك اللي حصل في الماتش النهارده ده عدل ربنا. والله ده خلي بالك، هو الماتش لو اتفرجت عليه يخلص تعادل، لكن تخسر 3-0 في الشوط الثاني، ده عدل ربنا. ما انت مش مركز مع فرقتك، انت مركز مع محمود الخطيب، سيد عبد الحفيظ، مش عارف كهربا. انت ليك فلوس خلاص، يلعب كهربا ما يلعبش، انت مالك بمبادئ وقيم ماليش فيه. انا ليا فلوس، العب بقى كهربا ما يلعبش، انا هاخد فلوسي. انا مالي محمود الخطيب، مالي بسيد عبد الحفيظ، كل يوم عمال اغلط في اغلط، وانا سايب فرقتي عماله تخسر في الكاس وتخسر في الدوري، واللعيبه بتاعتي بتاكل فسيخ ما بتكلمش، اللعيبه بتروح جلسه ازاله الشعر ما بتكلمش، بقول على اللعيبه بتاعتي بتاخد منشطات ومش عايز الفريق يفك. هو في الكلام ده؟ انت كنت قبل ماتش اسوان كنت متعادل في النقط، من ساعه فسيخ ومش عارف اللعيب راح ياخد منشطات واللعيب راح جلسه تصوير، سايب كل ده بتدور على محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ. يا عم انت خسرت اداريا، ما خسرتش فنيا. اللعيبه دي احسن من اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت اللي هو خد بيهم الدوري في الريال. اللعيبه فكه، وفي الاخر لعيبته يقول لي اصل خلاص اعتذر. اعتذر ايه؟ لعيب تقول عليه بياخد منشطات ولا بيشرب مخدرات، ترجع تقول لي اعتذر؟ هو المشكله شخصيه؟ ايه ده؟ احنا يا جماعه مشكلتنا في الزمالك بناخد الموضوع بشخصنه. الاهلي ملوش دعوه، الاهلي مركز في طريقه. الزمالك انا مشكلتي مع مش عارف مع مين، اطلع طول النهار اغلط 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 وسايب المشكله عندي، سايب اللعيبه فكه. انا عندي مشكله دي، خلاص الكلام. ولا فريرة بقى ولا لعيبه، احنا مشكلتنا احنا بنتعاقب. والله ده حق ربنا اللي الاهلي يكسب. خلي بالك عشان نركز شويه، نركز مع فرقتنا. خلي بالك انا بحس ان سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب فرحانين، لو هم بيسمعوا فرحانين باللي انت بتعمله. ما انت مش مركز مع فرقتك كويس، ركز معانا واشتم. اهو تخسر من الاهلي 3 وبيبقى الفرق 8 بونت، وبتخسر وبتطلع من الكاس، وفي الاخر هترميه على فريرة. اصل ما بيلعبش مين؟ ما هو كان ما بيلعبش بنفس الطريقه دي كان بيلعب بيها السنه اللي فاتت، بنفس اللعيبه اقل من كده، وعمل من الفشيخ من الفشيخ من الفسيخ شربات وخد بيهم الدوري. هو فريرة اتغير؟ اللعيبه بقت احسن، لكن ربنا ساعات يعني عارف لما تكون انت ظالم ما بتعدلش في الكوره، فربنا بيعاقبك حتى لو انت كويس. انا شايف القيم والمبادئ هي فرقتي تكون ناجحه. انا اداريا ماسك الزمالك، ماليش دعوه باي حد تاني، اعمل كل حاجه تخص الزمالك. مش كل همي اللي اللعيب يطلع يقول مين اللي حرضه وقسط العقوبه. هي العقوبه دي بتاعت حضرتك شخصيا ولا بتاعت نادي الزمالك؟ بتاعت نادي الزمالك. انت ليه بتتكلم اللي انت اطلع يا كهربا قول لي كذا عشان خاطر ايه قسط لك العقوبه لو قلت كذا؟ وانت عايز توقع هناك وخلاص، عايز حد يطلع يغلط في حد وخلاص. انا مشكلتي ماليش دعوه كهربا يطلع مين حرضني مين اللي ما حرضنيش. انا مشكلتي ليا فلوس عند كهربا خدها وخلاص، تلعب ما تلعبش ماليش دعوه، هي مشكله لوائح. انا مالي شاغل دماغي بقى محمود الخطيب ليه؟ هي دي القصه. انا مش عارف يعني ليه بتعاقبونا كل ما نقول بنشم نفسنا 2 دوري وداخلين على الثالث اوب نركز في حاجه تانية تبعدنا، زي 2015 راجل واخد لك دوري وكاس، هوب في ماتش دروب خالص خسرت 3-2 وانت كنت الاحسن في السوبر. 2015 مع فريرة قعدت تغلط وتشتم ومشيته. الراجل ده لو كان موجود كنت يعني سقط الدوري زي ما بيقولوا، خلاص الاهلي ما كانش هيشوف حاجه من 2015 عشان الراجل كان فاهم. واللعيبه قالت لك ده راجل بيعلمنا كوره، اللعيب لما يطلع يقول لك ده بيعلمنا الكوره، خلاص هو مقتنع بيه. زهقته وقعدت تغلط فيه ومشيته، دلوقتي بتحلب تاني ونعيد القصه تاني. انت ماشي كويس، يا رب بقى ما نسمعش استقاله فريرة، ما نزهقش فريرة يعني. لا يعني ده واحد جايبه من بره بتديله دولار اكيد احسن من انت من الموجودين يعني. حسبي الله ونعم الوكيل.